ألف 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 مبروك للمنتخب الوطني المغربي العالمي. هذا هو المستوى ديالنا وهذا هو اللعب ديالنا، واخا صراحة ماشي هذا هو الماكسيمون، ولكن في طريقة اللعب كما كنشوفوا بلي أننا استحوذنا على الكرة ب70%. واخا الحظ ما حلفناش صراحة في طريقة ديال تسجيل الأهداف، ولكن هذه هي الكرة، إلا أننا فزنا في الأخير. واخا صراحة أنا ما نكذبش عليكم، يعني كيتيت الماتش من ديك 82 في دقيقة، ملي شفت 1-0 صافي ما صبرتش مازال باش انني نكمل، الا انه ولله الحمد كان واحد الصديق ديالي باقي كيتفرج، فاش شفتو كيغوت وفرحان عاد جيت انني نكمل معاه الماتش ودزنا البيلانتيات وراه شفنا كاملين داكشي اللي وقع. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. كنتمنى من بعد مورا الماتش انكم مشيتوا صليتوا الفجر، حيت اصلا معسل الماتش معاود الفجر، وتحمدوا الله وتشكروه. وان شاء الله راه يعني باقي الماتش في الطريق، باقي الادوار الجايه، وان شاء الله راه لا يعقل اننا تغلبنا على اسبانيا وتغلبنا على البرتغال وتغلبنا على بزاف الفروق الكبيره، واننا نبانوا مثلا كما قلنا ضعاف قدام هذه الفروق هذو. بلنا واحد الجاهزيه اللي هي كبيره بزاف وبزاف وبزاف، والدراري تقاتلوا تبارك الله عليهم، يعني شي حوايج راه بزاف اللي تشرق ليه التيشيرت اللي عامر دمايات اللي معطوب وباقي مكمل معنا. الدراري تقاتلوا بكل روح رياضيه، تقاتلوا بالجهد ديالهم، تقاتلوا باي حاجه عندهم، وشفنا منهم العجائب العجاب. وهذا الشيء هو المنتخب اللي بغيناه، الدراري هما اللي بغينا، حيت الكره فاش كتلعب بالروح قبل الرجل كيكون فيها واحد العطاء اكثر. فاش كتلعب بديك روح المجموعه والروح القتاليه ديال الدراري كتعطي واحد النيفو اكثر، ما كتبقاش كتلعب غير كره، كتلعب بحال مثلا انك كتلعب مثلا قدام العائله، ولا بحال بغيتي تثبت راسك قدام العائله. فاش كتكون مثلا كتقاتل بوحدك في شي بلاصه ماشي فيك حتى واحد ولا كذا، يعني كدير شي حاجه عاديه، ولكن فاش كتكون قدام المعارف ديالك وقدام الفاميله ديالك كتكون نظره اخرى، كتكون ديك الروح وكيكون ديك الحماس وكيكون داك الاندفاع وديك القوه. هذاك الشيء اللي شفنا في الدراري اليوم تبارك الله. وحتى منتخب ديال هولندا ماشي شي منتخب اللي هو ضعيف، تبارك الله راه منتخب تولي عالمي ومن الكلاسي العشر الاوائل وكل شيء، وفيه اللاعبين اللي هما كبار وكيلعبوا في فرق كبار وكيلعبوا في يعني في الادوار اللي هي كبيره، الا اننا لا نقل عنهم طبعا. حتى حنا عندنا لاعبين تبارك الله كبار، ولاعبين باقين شباب، ولاعبين عطاو ومازال قادرين يعطيو، ومازال غادي يعطيو ان شاء الله بحول الله من هنا لقدام. داكشي علاش كنتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي، الا اننا خاصنا نزيدوا نساندوهم اكثر من هكا، رغم اننا شفنا بزاف ديال الاخطاء وبزاف ديال الحوايج في هذا الماتش، الا انه جميع المباريات هكا دايرين. ضروري خاصنا حنا نركزوا غير على الفوز، كما قال الركراكي واحد المقوله باقي عقل عليها دائما وديما كنعاودها الاصدقاء ديالي. فاش يعني غلب قال لي انا فزت، السلام عليكم، يعني فزت انا، ماشي بارصا ولا ماشي كذا باش نلعب تيكي تاكا ولا باش نبقى نزوق. واش جبت 3 بوان ديالي ولا دزت، السلام عليكم. نغلب 1-0 ولا ب5-4، المهم انني غلبت ولا نغلب بيلانتيات فقط، هذا هو المهم، هذا هو الهدف. يعني كما شفنا الدراري اليوم تقاتلوا، وخصوصا ما نساوش الحبيب المحب ديالنا عيسى ديوب اللي نقد لينا الموقف، نقد واحد الموقف اللي شي حاجه راه بزاف خياليه. تخيل رجع الروح في المغرب، رجع الروح الرياضيه، ورجع الروح حتى ديالنا، رجعها في المغاربه كاملين والعشاق ديال المنتخب المغربي في العالم، حيت دابا المنتخب المغربي عالمي. وكما شفنا حتى المدرب ديال اليابان واخا تقصى واخا كلشي، الا انه فاش عاود لهم فواحد التصريح انه كيستلهم من المغرب بديك الروح القتاليه ديالو بديك الشراسه ديالو باش كيلعب، وقال لهم واخا تقصينا امام البرازيل وكل شيء، الا انه غادي يبقى قال لي خصيصا باش يتبع المباريات ديال المنتخب المغربي، باش يدي منهم ديك التجربه، حيت باش انه يكونوا منتخبات عالميه كيكلاسيو دائما الاول وكيديو الكاس. كتسمع هاد الفرقه كدي الكاس 3 سنين على التوالي، وكتسمع فرق اخرى دات 4 الكؤوس 3 الكؤوس كاس وكذا، وتجي مثلا باش تكلاسي فيهم اللي كنتي من الاواخر ولا من الاواسط حتى جيتي تكلاسي معهم في الاول، راه ما سهلاش.
الا ما كانوش عندك الدراري تبارك الله بحال المنتخب المغربي راه ما سالاش. واخا شفنا في هذه الادوار الاولى انه الفرق اخرين جاو، لكن اللي سوء الحظ ما حالفهمش الحظ، يعني جاو حتى هما بغاو يطبقوا نفس الشيء اللي طبقوه المغرب في داك الشيء ديال قطر، بغاو حتى هما انهم يقلدوا ونساو باللي شي حاجه اللي هي الروح الرياضيه ما كتقلدش، يعني شي حاجه اللي نابعه من القلب ما يمكنش تقلدها. غادي تقلد شي حاجه كاينه في السوق، غادي تقلد شي حاجه، ولكن الروح الوطني ما كتقلدش، خصوصا المغاربه كما كنشوفوا فيهم واحد النفس اللي هي قاصحه بزاف. راه شحال من مباراه دابا تبارك الله ما تغلبناش فيها، الا ما جبناش التعادل كنغلبوا، واخا كيضيعوا لينا اهداف واهداف بزاف. وهذا الشيء اللي خاصنا نركزوا عليه حاليا، يعني خاص يركزوا عليه اللعابه، هو انه خاصنا اللي يسجل، حنا خاصنا اللي يسجل، خاصنا اللي ماركي ان شاء الله شويه بشويه. حيث ثاني راه اللاعب في المنتخبات ما كيكونش بحال اللاعب في الفرق الاخرين. الفرق الاخرين مثلا كتنسجم معاهم وكيولي واحد العقد، كتولي كتلعبوا وديات، كتولي يعني دائما في الاسبوع كتلعبوا واحد جوج ماتشات ولا شي حاجه بحال هكا. الا انه في المنتخب فاش كتجمعوا من مورا واحد المده ديال 6 شهور ولا ديال 4 شهور كمثال ولا كذا، راه ما سالاش، غير داك الانسجام راه صعيب. داك الانسجام بين اللاعبين وكيفاش يتفاهموا بعضياتهم وكيفاش يتكونيكطاو بيناتهم راه صعيب. ماشي بحال قلنا فروق كتلعب في واحد الفرقه مثلا راه فرقه سهله، الا ان مثلا المنتخبات كتبغي تبدل ثاني واحد المجهود اكثر، كما كنقولوا كيخص واحد المجهود اكثر. ماشي بحال كتلعب في فروق صغيره، ولا واخا تكون فروق كبيره راه يقدر تلعب في ريال مدريد ولا تلعب في البارسا ولا تلعب مثلا في شي فرقه في الدوري الخليجي ولا في الدوري المغربي ولا في الدوري الانجليزي، اوكي. ولكن فاش غتلعب مثلا في المنتخب وكتمثل البلاد، كتمثل الجمهور ديال البلاد كامل، تخيل معايا كاع دوك الفرق مثلا كتلعب في الرجاء ولا في الوداد ولا في الحسنيه ولا في شي فرقه، كتكون كتقاتل على القميص. ولكن فاش كتكون كتهز القميص ديال المنتخب المغربي، المغرب كامل ديك الساعه كيكون وراك، ما كيبقاش ديك الساعه غير واحد الفرقه ولا واحد الجمهور ولا كذا. تخيل المغرب كامل وعشاق المغرب يعني على برا، لا وثاني المغاربه لا في ارض الوطن ولا خارج الوطن، يعني كيكون واحد الضغط وكيكون واحد شي حاجه ثاني بزاف، كيخصك تقاتل اكثر من هكا. داكشي علاش حنا اي حاجه اللي علينا من هنا للقدام باش اننا نساندهم، ما علينا الا اننا ندخلوا الصفحات ديالهم، نخليو لهم كومونتيرات زوينين، ميساجات، راه كاع كيشوفوا داكشي. غتبارطاجي شي حاجه، بارطاجي شي حاجه مزيانه، حيت الاسواء ولا الانتقادات راه عطاهم الله. كاينين ناس كاينين بلا ما نبقاو نجبدوا السميات، عطا الله المحسده، عطا الله الحقاد، عطا الله الحساد، عطاهم الله، يعني يكفي. ما يمكنش يكون عندنا حساد من الخارج ونزيدوا حتى حنا نضغطوا على اللاعبين وكذا. داكشي كيوقع الاخطاء، كيوقعوا بزاف ديال الحوايج كيوقعوا، ولكن الكره هي هذه. الحاجه الوحيده هي اننا ما خصناش نستسلموا، وخصنا نزيدوا ندعموهم، خاصنا نزيدوا ندعموهم. كلمه فقط، فيديو، ستوري، شي حاجه مثلا كتفرح فيها، ولا كما قلت لك غير كومونتير واخا يبان لك شي حاجه صغيره كتمشي كتكومونتي لشي لاعب ولا شي حاجه، راك كتعطي واحد الدعم، كتعطي واحد الاندفاع انه يبان بواحد الصوره مزيانه للقدام. وثاني حاجه وثالث حاجه ورابع حاجه، الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي، الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك. وان شاء الله من هنا للقدام غنشوفوه دائما الفوز الى الفوز حتى لافينال ان شاء الله، والكاس ديالنا وغيبقى ديالنا بالدعم ديالكم بالتشجيع ديالكم. وما تنساوش ديروا لايك وتعليق في القناه ديالكم الترا افريكا مغرب، اللي كتجيب لكم دائما المستجدات ديال الكره، من منشورات ومن فيديوهات ومن كذا. ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. شكرا وتنميرت.